بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة يا رب. بصوا كده، بداية انا لسه مستمرة معاكم في اول يوم رمضان. كده بعد الفطار على طول دخلت المطبخ بقى ايه، نشوف اللي ورانا. دخلت اكل الحاجات اللي فايضة زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد الفطار دخلت كده عشان اوضب الدنيا واظبط المطبخ واغسل مواعين، عشان يبقى تاني يوم ايه، خفيف خفيف كده، ما ورناش حاجه. هنا بوريكم فانوس صغنن كده امور، صاحبتي كانت جايباه لابني في عيد ميلاده اللي هو كان قبل رمضان بيوم. تمام. معلش سامحوني، زوري تعبني ومش عارفه في ايه، صوتي كده حاسه متغير. المهم ايه، وما عملتهمش برضو حاجه حلوه في اول يوم رمضان، عشان خاطر كان في حاجات فايضة كتير من العيد ميلاد. في كنت عاملة بسبوسة اللي هي كيكة روماني كده وحاجات وتورتة. فقلت لهم خلاص دول تحلوا بيهم بعد فطار أول يوم رمضان، وبعد كده نبقى نعمل حاجات حلوة. ماشي. أكلوا، وده اللي فاض حطيته في طبق كده بعد ما أنا أكلت نصه يعني الحمد لله، وشلته في التلاجة. فضلوا رايحين جايين عليه لحد ايه السحور كده، خلصوا الحمد لله. ومعانا حبة مواعين هنغسلها وننضفها ونظبط مطبخنا ونظبط دنيتنا. يعني انا الفيديو ده اللي هو بعد الفطار اول يوم، وكمان شابك معاه اللي هو تاني يوم النهارده. انا بسجل لكم صوت دلوقتي بالليل. وايه، الفيديو هينزل لكم تاني يوم، لانه الفيديو بيفضل يحمل كتير فبيقعد لتاني يوم. ما بعرفش ينزل الساعة كام، لان المشكلة عندي في النت، فبيفضل يحمل وقت طويل ويرجع تاني من الاول ويرجع يحمل تاني، فبياخد وقت طويل جدا. هنظبط المشكلة دي ان شاء الله عشان نعرف ان ايه ننزل يوم بيوم بعد كده. تمام. دخلنا كده على الرخامة وظبطناها وشلنا كل حاجة عشان نغسل المواعين ونرص بقى ايه، الدنيا. فانا زي ما بقول لكم ده كده كنا بالليل لحد المواعين، ولحد ما هنعبي الفول اللي انا دمسته بالليل، وبعد كده بعد باقي الفيديو هيبقى تاني يوم الصبح، تاني يوم رمضان. هنشيل المواعين دي كده وننضفها. معلش انا عارفة ان كلكم آه دخلتوا على المطبخ وغسلتوا المواعين بعد الفطار وزهقانين، بس احنا بنشجع بعض. بنشجع بعض لما انا عن نفسي لما بتفرج على فيديو مثلا في حاجه روتين تشجيع كده، اللي هو مثلا بتغسلي مواعين وبتروقي وبتعملي، انا بتشجع نفسي، بتشجع وبقوم اعمل كده لو ورايا حاجه. تمام. لو مش وراكي حاجه اعملي كوبايه شاي او قهوه كده واقعدي ايه كملي الفيديو معايا، وحطي لي اللايك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي معايا ونوريني. تمام. هو انا غبت كده عشان مش عارفه رحت فين، ولا الفيديو علق. لا كنت بجيب حته سلك مواعين. تمام. هناخد كده ايه في الاول الكوبايات والحاجات البلاستيك النظيفه بقى، اللي شفاشق العصير والحاجات الصيني عشان ما تتكسرش. وانا مش هغسل كل المواعين معاكم، هناخد بس الحاجات الخفيفه كده في الاول، وبعدين ايه اخلص كل مواعيني مع نفسي، ونرجع نشوف بقى اللي هو تاني يوم عملنا ايه. لان تاني يوم انا ما عملتش فطار في البيت عندي لان كنا معزومين. فايه كانت يعني الحمد لله يعني ما فيش مواعين عندي تاني يوم غير مواعين السحور. تمام. فما يعني ما عملتش اكل، ما جهزتش اكل ولا اي حاجه، ففرحانين بقى خلاص. بس اللي هو تاني يوم كده ايه بروق كده وانا فرحانه. بس عملت حبه حاجات برضو اللي هي ايه، تمشي معايا شهر رمضان. يعني يعني ظبطت شويه حاجات كده. زي ما قلت لكم انا ما جهزتش ولا فرست اي حاجه ولا عملت اي حاجه. فايه وانا فاضيه كده اليوم اللي انا مش هعمل فيه اكل، او عندك اكل من امبارح او معزومه فيه، ممكن تشوفي حاجه تانية تعمليها. تمام. مش هنقعد بقى فرحانين كده خلاص ومش هنعمل حاجة. لا شوفي اي حاجة بقى مثلا زي ما انا عملت كده. هنشوف بعد ما اخلص المواعين عندي حبة توم، فاخدت منهم شوية شوية حلوين كده، قشرتهم وفرمتهم وخليتهم في التلاجة ينفعوني وكده. وهنشوف برضو عملنا ايه تاني. تمام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. سامحوني برضو كمان عشان زوري، يعني مش عارفة الصوت وصل لكم ازاي، بس انا والله تعبانة جدا يعني، مع صيام كمان. لا عارفة اشرب مية ولا اي حاجة، بس ايه الحمد لله. غسلنا كده الكوبايات كلها بقى، اللي شربوا فيها عصير واللي شرب فيها حاجة ساقعة ومش عارفة ايه. غسلناها. ونغسل الاطباق والشفاشق البلاستيك. ادعوا لي يا بنات، ادعوا لي كده، يعني ان شاء الله ده اخر رمضان هقضيه في الشقة ديت. وانا خلاص كده الحمد لله بعتها يعني. وعلى بعد العيد كده مستنية بس الولاد يخلصوا امتحانات، وان شاء الله هنمشي من هنا وهنروح المكان الجديد وهنظبط كل حاجة مع بعض. بس ادعولي كده ربنا يكمل لي واحنا نبقى مع بعض في كل حاجة.
من اول ما هبدأ اعزل من شقتي هنا واشيل كل حاجتي لحد ما اوصل مكان الجديد ان شاء الله، وهنظبط كل دنيتنا واحنا مع بعض كده خطوة بخطوة. بس دعواتكم معايا، ربنا يكملها على خير ان شاء الله. كده شطبنا حبة المواعين، غسلنا الكوبايات بقى اللي شربوا فيها عصاير واللي شرب قهوة واللي شرب كده زي ما قلت لكم. وخلاص كده خلصت الحاجات الخفيفة. هنحط بقى الحاجات الحلل والحاجات بقى اللي هي ايه تقيلة شوية. والله انا مش عارفة اتكلم، انا مش عارفة، حاسة حاجة واقفة لي في زوري كده، مع اني شايلة اللوز بس مش عارفة في ايه. كده انا كمان غسلتهم اهو خلاص وشطبتهم، وهشطفهم بس كده وهنرصهم وهنشوف هنعمل ايه. انا بحب ايه قبل ما اغسل المواعين بحته سلكه كده انضف المواعين من اي حاجه فيها، مثلا الاطباق لو فيها اي حاجه بنضفها خالص بسلكه كده، وبعدين ابدا اغسل بالصابون او بالبريل بتاعك. بتبقى اسهل ليك وبتسهل لك وبتنجز في وقتك اكتر من انك لسه هتشيله ومش عارفه ايه. فانت تخلي حتتين سلكتين، سلكه نضيفه في الصابون، وسلكة كده كده في الحوض ايه تلم بيها اي حاجة في الاطباق وفي الحل وكده، فبتسهل عليك كتير والله. والمية السخنة كمان انا مشغلة مية سخنة عشان ايه تنجز معايا. تمام كده خلصناهم. هنشطب بقى الحوض وهنشطب دنيتنا، وهنروح بقى نعبي الفول اللي انا دمسته معاكم. إيه هنشيله كده. بصوا انا الفول لما جيت اعبيه كنا خلاص يعني، كانت حوالي الساعة عشان استنيته برد شوية وهدي اني قدرت اعبيه لانه كان سخن جدا. فكنت ما كنتش عارفه اعمله، كنت بقى بعد الفطار كده ايه وبعد غسيل المواعين كنت تعبانه شويه، فقلت ايه اهدى شويه كده وبعدين ايه نقوم نشوف اللي ورانا برضو في المطبخ نكمله. هنرص بقى حبه المواعين دول ونفضي الرخام عشان نبدا ايه نعبي الفول. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو وصلت معايا لحد هنا حطي لي اللايك يلا كده، ما تستخسروش فيا، وقولي لي برضو رايك في الفيديوهات بتاعتي. تمام. ولو ما اشتركتش اشتركي معايا. كده بقى بعد ما خلصت المواعين ورصيتها وريحت لي كمان بتاع ساعة، دخلت ايه جبت الفول. بصوا الحبة اللي هم لونهم مسود شوية من فوق دول، ده بيبقى وش الحلة لان الحلة وشها واسع، مش زي الفوالة او الدماسة اللي بنعمل فيها بتبقى الوش ضيق ومقفول، فمتبقاش فيه فولة كتير اللي هي مسمرة دي. فده دوت عشان حلة، والمية كمان نقصت شوية مني، فعملوا بس الوش كده حبة شوية صغيرين من اللي هم المسمرين. بس كده انا كيست الفول اهو. يعني الكيس ممكن يسحرنا يوم ويفيض منه لتاني يوم. تمام. بصوا الفول زي الزبدة، بصوا ولونه فاتح جدا، مفيش غير بس هم اللي احنا شفناهم المسرمرين اللي فوق دول. جبت هنا بقى ايه، ده كده انا كده لحد الفول كده ما دمسناه كنا بالليل. تمام. كنا اول يوم. كده احنا في تاني يوم لما عرفت بقى ان في عزومه وكده ومش هجهز فطار، فقلت بقى ايه اتسلى اعمل حاجات بقى. كانت طبعا المطبخ متروق من بالليل، مفيش غير حبه اطباق صغيرين كده بتوع السحور. شطبناهم بسرعه كده وغسلناهم وروقنا الشقه وروقنا الدنيا. ودخلت بقى ايه قلت امسك حبه توم لان ما كانش عندي توم في التلاجة، كنت بقشر بقى ايه حاجه بحاجه كده. فقلت لا بقى اجهز لي حبه حلوين واحطهم في افرمهم واحطهم في التلاجة. تمام. انا مش عارفه صوتي هيبقى عامل ازاي في الفيديو، بس يعني استحملوني بقى. بصوا انا مش برمي بقى العروق الخضراء اللي هي بتبقى اول فرع التوم كده، وكمان القشره اللي هي بتبقى قبل فص التوم لان التوم اخضر زي ما انتم عارفين، فالقشره اللي جوه الناعمه الطريه دي مش برميهم. يعني اللي على الكيس دول انا مخليهم عشان هنعمل بيهم دلوقتي، هتشوفوا هنعمل بيهم ايه. اهو القشره النضيفه اللي جوه الناعمه خالص، والعيدان برضو الخضراء اللي ناعمه جوه، انا قفلت عليهم كده بالكيس عشان ما يتبلوش. وانا قشرت توم يعني نقول بتاع كيلو. تمام. بتاع كيلو توم قشرته. وقلت بقى ايه اتسلى بعد كده شويه بشويه هعمل. بس ايه ما رضيتش اكتر يعني. تمام. هنجيب هنا ما عنديش كبه، مش هقف يعني، مش الدنيا مش هتقف عشان ما عنديش كبه. الهون بتاعي كبير والايد بتاعته تقيله، هي ألمونيوم بس تقيله. فاخدتهم بقى كده قعدت في الارض لانه الرخامه مش هتستحمل او خفت عليها يعني تتكسر. فقعدت في الارض كده فرمت التوم كله زي ما انتم شايفين، دقيته بالهون بقى زي الزبده. بصوا عبيت العلبه الصغيره ديت اللي هي هخليها استخدمها ان كانت طش او حاجه قريبه في باب الفريزر، والباقي كله عبيته كده في العلبه البلاستيك ديت. بس قلبت الدنيا على غطاها مش لاقياه لان انا لميت بلاستيكات كتير. آم، كانت عامله لي زحمه في المطبخ، فلميت بلاستيكات كتير وحطيتها في كيسه كبيره وحطيتها شلتها يعني عندها.
فانا مش عارفه بقى الغطا في الكيسه الكبيره ديت ولا ايه، فقلت خلاص بقى مش هفضل ادور وهنزل الكيسه وافضي الدنيا، فرحت حطيتها في كيس كده من اكياس سندوتشات وايه، وحطيتها وهحطها في الفريزر. هنيجي بقى للافرع دي اللي انا قلت لكم عليها، ورق التوم اللي هو الناعم اللي جوه اللي قبل الفص ده، مش الورق اللي بره الخشن، لا ملناش دعوه بيه ده. بناخد الورقه الناعمه اللي هي قبل الفص من جوه خالص كده. ديت هي والفروع الخضراء هقطع عليهم كده كام قرن فلفل، ولو عندك فلفل حامي حطي برضو، بس انا ما كانش عندي. هقطع عليهم 3 فلفلات كده اخضر، وبرضو ليمونه، ودول هخليهم للسمك، لتتبيله السمك، تمام. وممكن تضيفي اي حاجه تانية انت حباها بعد كده، تمام. بس انا ايه، دول عملتهم كده لتتبيلات السمك. هاخدهم برضو اطحنهم في الهون، وايه، وهنشوف هنعملهم ازاي. طحنهم اخد وقت معايا لان الفروع برضو ايه، بتاخد وقت، مش زي التوم سهل كده. فاخدت وقت معايا في الطحن، طحنتهم كويس اهو. جبت علبة برضو، بس ايه قبل ما اعبيهم في العلبة هعصر ليمون عليهم، وهحط معلقة كبيرة كمون، و... وزودت ملح كتير يعني. وبعد كده برضو ممكن لما تيجي تتبلي السمك تزودي ملح كمان، تزودي طماطم، تزودي بصل، اللي انت حابة تزوديه عليهم هتزوديه. وبرضو هاخد عليهم معلقة كبيرة توم من ال من ال من العلبة الكبيرة، تمام. عشان حسيت يعني ايه انه عايزين توم برضو. بس كده، اللهم صل على النبي. اهو بص، بحط معلقة كبيرة من التوم اهي، وحطينا ملح، وهحط ايه معلقة توم مهروس. انا قلت معلقة توم، معلقة كمون، معلش. مش عارفة، مش مركزة. بس كده اهو. اهو ناخد معلقة التوم واحطهم في علبة، بتبقى الحاجة اللي ما بتبقى جاهزة عندك بتسهل عليك حاجات كتير. بس انا ما الصراحة يعني زي ما قلت لكم، السنة دي اللي كنا مشغولين في بيع الشقة وكده، وكانت ناس بتيجي وتروح تتفرج وكده، فما كنتش ايه، عارفة اعمل حاجة ولا مركزة ولا اي حاجة يعني. بص، في حاجة شغلاني فمش عارفة اركز في اي حاجة تاني، وكمان الاسعار خلت الواحد محبط شوية يعني، كان مش عارف يعمل ولا يخزن ولا يفرز ولا اي حاجة. حاجات بسيطة كده نعملها بتسهل علينا، وقبل ما يخلصوا ابقى اعمل تاني ونحطه في التلاجة، تمام. بس كده خلاص، هو عملتهم زي ما انتم شايفين. هنبدأ نلم الحاجة كده من حوالينا، و وخلاص هنشوف بقى نعمل ايه برضو. دول هحطها في كيس برضو عشان برضو غطاها الزهر راح في الكيس التاني. هنشيلهم وهحطهم في الفريزر من فوق، عشان اهم حاجة ما تطلعيش التوم ده غير على استخدام على طول، وترجعيه تاني عشان لونه ما يغيرش ولا اي حاجة، تمام. بس كده، واحنا كده خلاص ظبطنا المطبخ بتاعنا وروقنا حالنا، ولقيت جوزي جايب لي كرنبايه، فقلت لا بقى دي نعملها بكره بعده في اي وقت تاني. كده احنا خلاص خلصنا، وهنروح نشوف العزومه بتاعتنا. ولبسنا كمان وماشيين كده، كنا من بعد العصر بساعه كده يعني، قبل المغرب بحاجه بسيطه. تمام كده، الفيديو بتاع النهارده خلص. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا معايا في القناه وتفرحوني، واشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.